أهلا أعزائي الكرام، كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. لنا عودة مع هذا الملف والقضية ديال تهامي بناني. هذه القضية هذه اللي كنظن راه هي غادية في الطريق ديالها باش غادية تنتهي بمرة، لأنه القضاء المغربي قرر أنه يغلق هذا الملف ويسد هذا الملف. ولكن اللي تيقول نغلقوا هذا الملف هذا يعني كخصنا نعرفوا الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. هذه الأيام الأخيرة راه الملف يعني كل عنصر وكل شخص تجبد في المحضر في المرة الأولى كلهم غادي يحضروا. قلنا في ليلة البارحة في الفيديو ديال البارح كاينه مولاة النعناع هي المرة الأولى اللي صرحات ودلات بالشهادة ديالها، إذن فهي تم الاستدعاء ديالها للجلسة المقبلة. شفنا الرأي ديال المحامون بجوج، شفنا الرأي ديال المحامي ديال المتهمون وشنو قال لك بأنه هما غير حطوهم مشاو، يعني ما عندهم علاقة بارتكاب جريمة، لأنه الآن يعني الصورة بدات كتوضح. في البداية يعني وهاد السنين هذه كاملة كان هناك يعني أخذ ورد في الكلام وكانت تصريحات. مرة هو يعني تهامي بناني ربما مازال حي، احنا شفناه هنا، احنا شفناه ليه، اجيو نشوفوا ربما راه مات، نشوفوا القبر ديالو هنا، نشوفوا الجثة هنا، غنديروا التشريح إلى آخره. ولكن هادشي كامل السيدة حياة العلمي تتقول لك انا هادشي كله ما مقتنعش به، بغيت نعرف ولدي فينا هو. هذا هو السؤال اللي كان عندها هاد المده او هاد السنين كامله. واليوم هي راه خرجت فرحانه البارح وكيبان ليها بانه اليوم القضيه والملف راه غادي في واحد المنحل اللي هو صحيح. قضية اللي متأكدين منها وهو أن المتهمون أو المعتقلون اللي هما دابا بجوج بهم راهم راهن الاعتقال الاحتياطي قربوا يكملوا 4 سنين، شهر 9 غادي يكملوها. كانوا يعني في الأول نكروا نهائيا، قال لك الناكر ما يبات في الحبس، نكروه هما كاع واش هزوه واش حطوه ولكن لما وجهوا بالدلائل الدامغه هنا غيروا الكلام ديالهم وقال لك حنايا راه ديناه منين شفناه في واحد الحاله وخفنا، راه ديناه حطيناه في ديك الغابه. كاين تصريحات اللي تقالت للسيده حياه العلمي فاش تواصلت مع هاد الشباب هادو، قالوا ليها راه هو مات اوفر دوز وحنا خفنا وما قديناش نقولوها لك. يعني هاد الكلام هذا تقال للسيدة حياة العلمي. هما من بعد يعني فاش تقبطوا ولات القضية يعني الشكل الثاني خافوا على راسهم. اش قالوا؟ قال لك حنايا حطيناه، غير حطيناه يعني ما كانش في الوعي ديالو، حطيناه. ما قالوش هنا مات اوفر دوز، ولكن حسب ما قال المحامي البارح قال لك هما تيقولوا بانهم غير حطوه. وهنايا راه هما ممكن انهم يتحاكموا غير على هاد الجناح هادي، على هاد القضيه انهم ما ساعدوش واحد الشخص اللي هو كان في حاله اللي هي محتاج فيها المساعده، تضليل العداله، ما عيطوش يعني الاسعاف مثلا، ما ساعدوش. هذه هي الجناح اللي قال المحامي، كيقول لك بانه الملف ديالهم ما فيش شي حاجه. هذا الكلام هذا غادي يخرج صديق ديال تهامي بناني اللي هو رشيد. هذا رشيد هذا تكلمنا عليه العام اللي فات، واللي كان فتح الMSN ديال تهامي بناني. فاش تفتح الMSN كاين اللي كيقول لك تهامي راه هو مازال حي، هو فتح الMSN ما فتح الMSN، تظهر هذا الشخص هذا رشيد واللي كان فتح واحد الصفحه على الفيسبوك في 2022 وبدا يعني كينشر اخبار اللي هي متعلقه بتهامي بناني، الا كاين شي حاجه شي جديد الى اخره كان تينشروا. لكن هذا رشيد هذا شنو غيوقع ليه؟ رشيد قال لك غادي يشوف شي يوتيوبر اللي هضر على واحد صديق ديالو واللي ما عنده حتى علاقه مع هذا الشيء اللي وقع لتهامي بناني وما كانش حاضر الى اخره، ولكن هضر عليه هذا اليوتيوبر وهضر عليه وقال بانه متورط في القضيه الى اخره. ناض هذا رشيد كيدافع على داك الشخص بحكم انه تعرفه ومتاكد بانه ما كانش، كيدافع عليه. قال لك
السيده حياه العالمي اتصلت بهذا رشيد قالت له علاش كتدافع عليه، ومن بعد قال لك تلقى راسو حتى هو كيدوي عليه نفس اليوتيوبر، وطلعات معاه السيده حياه العالمي وقالت له انا عندي عتاب لرشيد. فالسيده راه من حقها انها تشك، لانه باش الولد ديالك مختفي وما عارفه واش ميت ولا حي ونايضه القيامه، وكتلقى الام اس ان ديالو تفتح، راه هنا راه غيجي الجنون ديالها، راه ما غاديش تعرف باش تبلا، ما تعرف حتى تفكر، يعني كتلخبط ليها الافكار ديالها كامله. الا كانت غاديه في واحد الاتجاه فراه كدير لها فران وكتقول لها رجعي، كتولي مخربقه. فاذا بيت تقول لها لا راه غير انايا وهذاك الام اس ان راه كان حلو عندي وانا اللي صوبت ليه الى اخره وكذا شيء، وانا غير حليته باش نشوف ربما لا كان حي. يعني هذا الكلام كامل من طبيعه الحال هي كأم، ويعني مشى ليها ولدها مفقوسه محروقه عليه الكبده ديالها هذيك الله يحسن العوان. اذا فمن طبيعه الحال فهي تقلقات منه، وقال لك انا تكلم عليا داك السيد داك اليوتيوبر وقال انا متورط الى اخره. قال لك داك الشيء علاش انا قلبت الفيستا، ما بقيتش مع السيده حياه اللي كنت كنساعدها يعني بما اوتيته من اخبار الى اخره، ولا كنت عارف شي حاجه كنقولها ليها، بحال داك الراجل الكبير اللي كان قال لك تعرفوا التهامي، قال لها راه هو كيعرف واحد السيد الى اخره كيف يعقل حليل وناقش، والمراه مشات كتجري وكتسول هنا الى اخره. المهم السيد كما قلت لكم قلب الفيستا ولا مع الجهه الاخرى، وهذا هو الكلام اللي قال. يعني راه ما يمكنش، راه الا كان عندك مبدا السي رشيد، الا كان عندك مبدا في الحياه راه ما كيعنيش ان هاد المراه هذه ولو كاع نقولوا حطات عليك كاع الباطل نقولوا، ولكن انت الا كنتي مقتنع وعارف بان داك الولد اللي هو صاحبك نخليه مو اباخ، الا عارف بانه راه وقع عليه اللي وقع الى اخره وهو مظلوم ومشى فيها مسكين، وها هي بقى الروينه نايضه حتى لدابا 16 عام وبقى الروينه نايضه، اذا فما يمكن لكش تقلب الفيستا على وداش وقع واحد سوء فهم مثلا مع الام ديالو، ما يمكنش. اذا هذه راه خيانه الصداقه، يعني هذه ماشي صداقه اللي هي مبنيه على الصح، لانك وليتي مع وحدين اللي هما متهمون واللي هما متورطين في القضيه ديال تهامي بناني. يعني الاخطر في هذا الشيء هذا هي التصريحات كيف ما قلت لكم واللي هي متضاربه احيانا. المحاميه السيده زينب شنو قالت البارح؟ قالت لك عندها ما يفيد، عندها فيديو وعندها شخص اللي هو ادلى بالحقيقه وبالشهاده ديالو واللي هي شهاده صادمه جدا، وقالت لك حيدوا لتامي الاعضاء ديالو. قالت لك فاش تحط تما، اذا شكون اللي جاو هزو، شكون اللي دار فيه داك الشيء؟ الا كنتو نتوما غير حطيتوه ومشيتو، اذا شكون جا، شكون هزو، شكون حيد له الاعضاء ديالو؟ قالت لك حتى من الحنجره ولا القرجوطه كما نقولوا ديالو محيده هي والريه، يعني محيده الاعضاء ديالو محيدين. صراحه هاد الاخبار هذه انا فاش سمعتها عند السيد التحدي، اظن صاحب قناه التحدي، اللي خرج بواحد تصريحات اللي هي عباره عن قنابل ذريه، انا ما قديتش نطيق داك الشيء كامل، داك الكم الهائل ديال المعلومات اللي عطى وديك الشخصيات اللي يعني تكلم وقالها هكذا، راه شي حاجه لا تصدق، شي حاجه اللي كبيره بزاف. وهذا كنظن هو اللي كان تيخلي السيده حياه العالمي دائما كانت كتقول لك انا راني عندي ما يفيد وعندي مسائل، ولكن ما قادراش تهدر. المراه بحال خايفه، بغات يعني يكونوا محامون اللي مساندينها ويكون عندها واحد الركيزه صحيحه اللي هما اللي غاديين يعني هما اللي غيفجروا هذا الشيء كامل. اذا فسمعت انا هذاك السيد وذكر هذه الحقائق هذه، فكنسمع البارح المحاميه كتقول نفس الشيء، ان تامي بناني تكرفصوا ليه على الجثه ديالو، حيدوا ليه الاعضاء ديالو، وانه كان معنف. هذا رشيد هذا قال لك انا شفت المحضر وشفت حتى التشريح
والراس ديالو قال لك ما مضروبش، يعني ما فيهش كسور ما فيه والو. يعني كاين تضارب في التصريحات من واحد الجهه. انا حسب ما فهمت، حسب يعني الفهم ديالي المتواضع والتحليل ديالي المتواضع لهذا الشيء دابا اللي الان خرجوا لنا به كل اطراف، كتبان ليا كاينه جوج ديال الطرقان. كاينه طريق اللي باغيين يخرجوا فيها لواحد النتيجه حتميه، واحد باش تكون يعني نهايه لهذه القصه هذه منطقيه، اللي هي الروايه اللي قالتها الصديقه ديال تهامي بناني، اللي قالت بانه تهامي بناني راه وقع مشكل وراهم يعني ضربوه وتعداو عليه وقتلوه وحرقوه ورماوه في البحر. يعني هذه بغاو يعني يرجعوا لهذا الكلام هذا باش تكون النهايه حتميه، هي يعني المقتل ديال تهامي بناني وانه ما كايناش جثه وترمى في البحر وسدينا الملف. والسيده حياه ما عندها ما دير، ملي غادي نجيبوا لك عظم لا بغيتيه ولا نجيبوا لك ما عارفه شنو، ما عندنا ما نديروا لك. اذا كاين هذا الاتجاه هذا وهو اللي بدا كيبان ليا بالوضوح. ثم كاين اتجاه اخر، الاتجاه الاخر هو يعني انه هاد الجثه هذه كاينه كيلكو بار في شي بلاصه، تحيدت الاعضاء، خصنا نعرفوها فين مشات، شكون اللي حيدها وفين مشات الاعضاء. الا تباعت نعرفوها لما تباعت، يعني ربما كاين واحد لوغيز وهنايا كبير اللي فيه هادشي هذا ديال البيع والشراء ديال الاعضاء الى اخره. لان هذا الكلام هذا فاش قالوا السيد يعني صاحب قناه التحدي المحامي ديال المتهمون يعني راه تكلم عليه بواحد الطريقه غير مباشره، قال لك كاين اللي كيقول لك حيدوا له الاعضاء وتباعوا. واش الهضره هذه كثر الهضره مع قناه شوف تيفي، وقال لك هذا راه غير كلام واشاعات وتخربيق، كل واحد على اليوتيوب كينوض يقول اي حاجه. ولكن فاش خرجت المحاميه من الجلسه زينب قالت نفس الشيء، قالت لك تحيدوا ليه الاعضاء. اذا فهنا هذا راه موضوع اخر، موضوع كبير هذا، وشوف شنو من موراه، يعني شكون اللي كاين وشكون اللي دار داكشي الى اخره. داكشي علاش قلت لكم كاينه جوج ديال الطرقان، اما النهايه الحتميه تلاح في البحر ما كايناش جثه سير الله يعاون سالينا سدينا الملف، اما هاد الطريقه هذه او هاد الطريق هذه. اذا فهنا كنظن بان القضيه مازال طويله وما غاديش تفك دغيا، لانه اكيد كاين فيها ريوس كبار، كاين فيها ناس اللي متورطين من غير هاد الشبان هادو وما غاديش يبغيو يتفضحوا، وغتبقى القضيه مجرجره. عقلوا على هذا الكلام هذا اللي تنقول لكم اليوم. هنا كاين الشخص الاخر اللي هو انس اظن، خرج في فيديو وتيوجه رساله للسيده حياه العالمي تيقول لها انا يا اب، ويعني الا بغيتي نعاود لك الحقيقه نعاود لك الحقيقه. هذا هو السيد اللي تكلمت عليه المحاميه زينب البارح، وقالت لك بانه متهم وكانت عنده شي قضيه يعني وقع له شي مشكل في كندا، يعني باه هربوا لكندا وقع له مشكل تحكم 15 سنه وجابوه للمغرب باش يكمل العقوبه ديالو، ولكن ما كملهاش وعاود هربوه لبلجيكا. هاد الهضره هذه تقالت في القناه ديال هاد السيد تحدي، وهاد الهضره هذه تعاودات تقالت من عند المحاميه. يعني هاد المعلومات ما عرفتش يعني كيفاش حصلوا عليها، شكون اللي حصل عليها الاول هو السيد صاحب القناه او المحاميه، وشكون اللي عطاها الاخر ما علينا ليهم. الاهم وهو اننا نوصلوا للحقيقه، هو هذا اللي تيهمنا كاملين كمغاربه، والراي العام متعطش وباغي يعرف الحقيقه ديال هذا الشاب هذا تهامي بناني اللي صبحات السيره ديالو على كل لسان بالدول العربيه. يعني راه الاغلبيه كلشي عارفين هذه القصه هذه على اليوتيوب، راه القصه منشوره يعني حدث ولا حرج. اذا فالقضيه ديال المخدرات، هاد السيد رشيد قال لك بانهم مشاو، يعني كان لو تراجي ديالهم من المحمديه لكازا، تلاقاو بواحد الشخص تما خداو من عنده الحبوب المهلوسه، شراو قال لك الكول، شراو البيره الى اخره، قال لك ورجعوا للمحمديه
ما كاين قال لك لا فيلا، ما كاين لا حفله لا عيد ميلاد لا يحزنون. هذا رشيد قال لك ما كاينش هذا الشيء هذا كامل، وبما انه هو يجزم وتيقول هذا الشيء ما كاينش، اذا باش عرفتيه ما كاينش، باش انت متاكد انه ما كاينش. والصديقه ديال التهامي كانت قالت لك راه كانت شي حفله الى اخره. واش الحفله غير تيبغيو يعنيو بها راهم كانوا قصارين بيناتهم؟ على اين هما كانوا قال لك جنب البحر، مشاو جنب البحر، وقال لك البوليس تيكونوا تيدوروا وهما شافوا البوليس وهزوا الطوموبيل وزادوا بقاو كيتساراو في المدينه. تما فين غيتلاقى خو تهامي بهم، يعني دايزين في السياره وغيشوف خو غيشير عليه وغادي يقولها الاخ ديال تهامي، غيقولها في واحد الانترفيو، غيقول لك شفت خويا في واحد الحاله يعني غير طبيعي، بان ليا غير طبيعي، ما مولفش هكاك، يعني تيضحك بواحد الطريقه وعارفه هو بانه مرزان وهذا وهذا. جاتو غريبه. السيده حياه العالمي تتقول لك انا ولدي ما تيتناولش المخدرات. اليوم رشيد اش تيقول لك بان التهامي حتى هو كيتناول وفايت ليه تناول معاه مخدر الشيره، ناولوا معاه قال لك ماشي مشكل، راهم فايتين كيديروا هادشي هذا. لذلك فالاباء راه عمرهم ما يكون عندهم اليقين التام ان الابن ديالهم ولا البنت ديال المراه ما تديرش ديك الحاجه. ما نقدروش نجزموا، يمكن عندك وقدامك تيبينوا حاجه ولكن على برا تيبينوا حاجه، وهادو هما الشباب ورحنا عارفين هادشي هذا. اذا هادشي هو اللي كاين، يعني لحد الساعه هادشي اللي كاين. الطريق بدات كتوضح شيئا ما، ولكن كنظن بانه ولو بدات كتوضح ربما غادي يتعرقل من واحد الجهه باش هاد الملف هذا يبقى دائما غامض، لان فيه نوع من الغموض اللي خاص السيده حياه ربما ما تعرفوش. على اي هي كطلب غير قاضي نزيه طيح في يديه وانه يتناول هذه القضيه هذه بنزاهه ونعرفوا اشنو كاين. اذا فكنظن بانه هذه القضيه هذه سواء هكا ولا هكا راه هي غتحل وغتفارى كما نقولوا باش نطويو هذا الملف هذا نهائيا. اذا فوالا من هنا لتما تنقول لكم ما تنساوش تبارطاجيو على اوسع نطاق، ما تنساوش تدعموا القناه، ما تنساوش الاعجاب بالفيديو يعني لايك، وما تنساوش تعاليق محفزه باش هكذا كنزيدوا القدام. وكنشكركم بزاف على المتابعه.